ونرجع علشان نكمل حلقتنا من واحدة وبس. ومعايا مارينا على التليفون. يا مارينا. ايوه، ازيك يا نيرة؟ ازيك يا مارينا؟ الحمد لله، كل سنة وانتي طيبة. وانتي طيبة. كل سنة وكل مصر طيبة. وانا عايزة اعيد عليكي وعلى زمايلي واصحابي في الكلية واقول لهم كل سنة وانتم طيبين. طيب يا حبيبتي، قولي لي، انت كنت اوف اير قلتي لي عايزة تتكلمي في موضوع سريعا، صح كده؟ يلا هي قولي. يعني مشكلتي انا وواحدة صاحبتي اسمها اسراء هاشم. اوكي. احنا بقالنا اكتر من سنة متعلمين كتابة السيناريو. وكتبنا يعني فيلم، وللاسف احنا بنلف بيه بقالنا اكتر من سنة. كتبتوا فيلم؟ واكتر من سنة محدش مستجيب لينا خالص يعني. وحتى دي اكتشفنا ان هي مش مشكلتنا بس، دي مشكلة كذا حد مبتدئ. لما رحنا نسجل الفيلم باسمنا في حقوق المؤلف لقينا ناس كتير زينا بتسجل ناس مبتدئة، وللأسف مش لاقي حد يساعدها. اوكي. لان اقول لحضرتك يعني ايه، شركات الانتاج مجرد ما تعرف ان انت شخص مبتدئ يعني سوري في الكلمة بتبهدلك معاه، او مش بتبهدلك، بتستقل بموهبتك ممكن، او ما لا يعني مثلا انت شخص جديد يقولوا لك لا ده احنا موقفين انتاج مش بننتج، لا تعالى لنا بعد 6-7 شهور. فاهماني حضرتك؟ فاهمك. وممكن كمان في مشكله برضو لاحظتها، شركات كتير انتاج جدا اروح لها تقول لي لا احنا بننتج مسلسلات بس. طب ما هي دي مشكله يا جدعان، احنا قاعدين نقول السينما بتقع ومش عارف ايه. طب ما ده الناس مش عايزه تنتج سينما. ويعني ده انا اقول لحضرتك ايه، يعني في ناس اما قلنا لهم مش ان احنا ناس جديده يقول لك لا ما حدش هيساعد ناس مبتدئه. يعني تخيلي حضرتك، لان طبعا ايه المشكله، الشركات دي بصراحه كده جابوها لك من الاخر. يعني الشركات دي عندها ناسها ومش عارف ايه، وانتوا صعب ياخدوا منكم حاجه. يعني ده انا اقول لحضرتك. خليني اسرح معاكي كده يا مارينا شويه. لو الفيلم ده كان يعني يتعمل او ان شاء الله يتعمل، كان نفسك مين الممثلين اللي يمثلوا في الفيلم ده؟ الممثلين اللي يمثلوا الفيلم ده طبعا يعني نجم رمضان اللي فات ونجم العيد اللي فات استاذ كريم فهمي. وطبعا نفسي شخص انا بحبه جدا ككوميدي كممثل وكمذيع يعني استاذ عمرو رمزي. ايوه طبعا. وطبعا كنت يعني طمعانه برضو ان يبقى معانا حد كبير زي استاذ صلاح عبد الله. الله على الاسامي اللي انت مختاراها. انت بتقولي بقالك سنه بتحاولي توصلي الفيلم ده لحد، مظبوط؟ طيب يعني انا بطلب منك يا مارينا، علشان حتى الناس والاسامي اللي انت اتكلمتي عليهم دول تعبوا قوي علشان يوصلوا، علشان الناس تعرفهم وتحبهم. يعني كريم تعب وعمرو تعب، كل الناس دي تعبت وغيرهم كتير جدا جدا. انا مش عايزاكي تيأسي، عايزاكي دايما يعني واشتغلي تاني، اعملي فيلم تاني وتالت ورابع وان شاء الله يعني في يوم. يعني اقول لحضرتك، ما احنا كاتبين كذا حاجه، بس مثلا فكرنا نلف بده. طب يعني اذا كان ده بس بنلف بيه بقالنا اكتر من سنه، طب الباقي مش شرط ممكن فجأة تلاقي ربنا فتحها يعني كده وفرجها من واسع. ممكن يعني اقول لحضرتك، ده مره حد في قعده هو يعني ممثل مبتدئ يعني قلنا بناخد رايه في الفيلم، فقال لنا ده الفيلم كويس ومش عارف ايه. قلنا له طب يعني احنا مثلا طمعانين ان حضرتك لا شكرا انا حلو كده توصلنا للشركه توصلنا للشركه الفلانيه مثلا. قال لنا اوصيكم باماره ايه، ده الفيلم وحش في نفس القعده اصلا. تخيلي حضرتك، قال لنا انا ايه اللي يخليني اساعد ناس مبتدئين؟ لا انا عايزاكي تفضلي انتي وصاحبتك كده واقفين على رجليكوا، واكتبوا مره واثنين وثلاثه، ولو فعلا عندكم موهبه يبقى ربنا مش هيضيع مجهودكم وان شاء الله توصلوا. يا رب. بشكرك يا مارينا. ويعني يعني في النهايه عايزه اقول حاجه، سواء الفيلم ده اتعمل او ما اتعملش، انا بصراحه يعني عايزه اهدي الفيلم ده، وعايزه اهدي التعب اللي انا تعبته ده لحضرتك اول واحده، لان من الناس اللي سمعتينا. وعايزه برضو لوالدي استاذ ابراهيم مسيحه، لان هو بصراحه انا اتعلمت منه كتير جدا في السينما. وثالث واحد هو واحد من اصدقائي، هو فنان هنا على مستوى محافظه الفيوم. هو يمكن شخص مش معروف، بس انا على مدار سنتين يعني اتعلمت منه كتير جدا في التمثيل والاخراج. هو اسمه فادي مجدي، وانا عايزه اقول له شكرا يعني. خليكي زي ما قلت لك يا مارينا، خلي روحك المعنويه دايما مرتفعه، واكتبي تاني وتالت ورابع، وان شاء الله هتوصلي في يوم من الايام. بشكرك جدا. ميرسي يا حبيبتي، باي باي. عايزه اقول اي حد كان بيسمعنا ان مارينا، ومشكله مارينا دي موجوده في كل المجالات، مش بس في الكتابه، في كل حاجه. في ناس كتيره، مش عايزه اعمم، بس فعلا في ناس كتيره بتقول ناخد اللي مجربينه. بيتهيألي يا جماعه خلاص ان الاوان بقى ان احنا نبص بصه اوسع من كده شويه. الشباب عندهم مواهب كتيره، استغلوها، ادوهم الفرصه. وما اعتقدش ان انتوا هتخسروا بتوجيهاتكم، عشان انتوا الخبره الاكبر. ما اعتقدش ان انتوا هتخسروا.
ف بجد عايزين نبقى دماغنا متفتحه اكتر من كده شويه، عايزين نستوعب الجيل الجديد اللي طالع، لان احنا هم اجيال بيسلموا لبعض. فيا ريت يا ريت كل المسؤولين اللي بيسمعونا دلوقتي، اي مسؤول بيسمعنا، الشباب محتاجين فرصه حقيقيه في كل المجالات. افتحوا لهم ايديكم، وايديكم مع بعض كده اكيد هتعملوا حاجه كويسه.